مساء النور عليكم ومرحبا بكم في أطباق مغربية مع وصفة جديدة من المطبخ المغربي. اليوم غادي نوجد معكم طاجين جداد بالزيتون والليمون. بالنسبة للمبتدئين طريقة جد مبسطة وسهلة. على بركة الله غنمروا مرحلة التحضير. أول حاجة غادي نرقدوا الجداد في الماء والملح وشتيتو ديال الخل، كنخليهم تقريبا نصف ساعة، ومن بعد كنستأطروهم ونغسلوهم مزيان وكنخليوهم على جنب. غادي نشبروا واحد البول اولا واحد الزلافه عندنا غرقه، واحد ريز ديال الثوم كبير اولا جوج تيتوين، غادي نحكوه اولا نعفصوه بحال اللي بغيتو نتوما، كتعملوه باي طريقه كتجيكم سهله. ونصف بصله كنحكوها مزيان، ما كنحكوهاش في حكاكه الرقيقه، يعني في حكاكه متوسطه. من بعد غادي نشبروا شتيتو ديال المعدنوس او البقدونس، وغادي نطقطقوه رقيق مزيان. ولا كان عندكم الخشوار كتعملوا بصل ودريس ديال الثوم والربع وكطحنوا كلشي مع بعضيتو. انا استعملتكم الطريقه التقليديه السهله اللي كنستعملوا دائما في الديور ديالنا. غنشبروا واحد الليمونه مرقده، بالنسبه للمغرب الناس كتعرفها كاملين، ولهنايا هما عندك الزهر مغربي. وكنشبروا الربع، كنزولوا له الوسط ديال الليمون، كنحتفظوا بالقشره لان حتى هي غادي نحتفظوها. كنطقطقوا ديك الوسط ديال الليمون مزيان. ومن بعد كنضيفوا زيت الزيتون. انا هنايا عملت اولا واحد نصف ملعقه ديال الملح، وكذلك غادي نضيفوا 4 ديال الكاس ديال زيت الزيتون على حسب المقدار ديال الجداد اللي عندكم نتوما. غادي نستعملوا نصف ملعقه ديال الابزار، انا كنستعمل الابزار كحل، ونصف ملعقه ديال السكينجبير، نصف ملعقه ديال الخرقوم، طبعا الملعقه صغيره ماشي كبيره ديال الخرقوم. الملون الغذائي ولا كان عندكم زعفران شعره كذلك كتستعملوه. وغادي نستعمل كذلك شويش ديال الجوزه محكوكه، انا كنشريها اصلا محكوكه. هنايا غادي نعمل واحد جوج ديال الرشات، ونصف ملعقه صغيره ديال القرفه. غادي نخلط جميع المكونات مع بعضيتهم. ما غاديش نستعملوا لا ضماد البنه لا والو، لان عندنا الجداد ومع التوابل اللي كانت مزيانه معوطه كيجي الطاجين كيحمى. نخلط كلشي مع بعضيتو وغادي نعمل الجداد ديالي يشرب التوابل شتيتو بشتيتو، وكنجوزو في ديك الصلصه حتى كنكمل المقدار كامل اللي عندي ديال الجداد. اذا لاحظتوا هنايا انا الجداد زولت له الجلده كامل، كنطلب نقصها كيزول لي الجلده، لان الجداد هنايا اسبانيا عنده ديك الجلده عامره بالشحمه، ما كنزولها له كامله. نتوما الا كانتو الجداد المغرب مزيون ولديت ما فيهش ديك الشحم صفراء، بامكانكم تخليوه. انا عليها كنزولو الجلده. هنايا غادي نحتفظ بها على جنب. غادي نجوزها نشبر جوج ديال البصلات، غادي نطقطقهم ولا كنشلضهم هيدا بهاد الطريقه. هادي رقيقه، طريقه سهله، كتقطعوهم ولا عملوهم في الخشوار اللي بغيتو. غنشبر واحد الطنجره انا عمل فيها البصل ديالي هي الاولانيه في القاع، بصل عندي رقيقه. كنعملها كامل الكميه اللي عندي هي انا كامله مقطعه البصل. انا قلتلكم على حسب الجداد. انا عندي هنايا جداده صغيره، يعني استعملت جوج د البصلات كبارين قطعتهم باش شمتهم في القاع ديال الطنجره، ونصف البصله هي اللي حكيتها باش عدلت بها التشرميله ديال الجداد اللي رقت فيها الجداد. بعد ما غادي نعمل ديك الجداد فوق داك البصل، غادي نكب لهم ديك الصلصه من فوقي، وغادي نعمل طريطفه ديال الليمون، يعني استعملت نصف ديال الليمونه. هنا عندنا الزيت عندنا كلشي، يعني ما كنضيفوا حتى شي حاجه. ونفس الزلافه غادي نعمل فيها نصف لتر من الماء، الماء على حسب الجداد ديالكم والطنجره ديالكم واش كتشرب ولا ما كتشربش. انا عملت نصف لتر عفوا ديال الماء. وديك الساعه انت كملت الطنجره ديالي فوق بوطه مهيله باش كتغلى وكتشحر لي الجداد ديالي مزيان. هنايا غنخليها حتى غادي طيب. بعد ما كنشعل بوطه كنخليها حتى كتغلى وكطيب مزيان. ملي حتى كتغلى مزيان وكيطيب الجداد، ديك الساعه نيتك عاد كنشبر الزيتون بالعطم. اللي كيبغي يخصلو ويعملو عملو نيشان. بغيتي طيبو في الماء، انا كنطيبو في الماء دائما باش كنزولو ديك المواد الكيماويه ديال الترقيد. كنطيبو في الماء ومن بعد كنضيفوه على الجداد ديالي غاليه وحده وكنطفيلو. ها هي الطاجين ديال الجداد ديالنا وجد كيجي كيحمى. ولا بغيتو
تكملوا الواجب ديال الطاجين ديال الدجاج المغربي، كتعملوا له بطاطاس فريتاس معاه، كيجي كيشاهي. كنتمنى تعجبكم الوصفه، وما تنسى ما تبخلوش علينا بالاشتراك وبارطاجيو الفيديو. هذا الفيديو خصيصا للمبتدئين في الصيفيه اللي كيدخلوا للكوزينه، يعني العيال الصغارين اللي كيدخلوا للطبخ.